بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا جماعة معانا تطبيق جميل جدا لتفسير القرآن الكريم، جزا الله القائمين عليه خير الجزاء. تطبيق اسمه التفسير التفاعلي. ندخل التطبيق. ما شاء الله واجهة التطبيق سهلة وميسرة جدا، أي حد يستطيع أن هو يستخدمها بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا هنختار التفسير من بين مجموعة من التفاسير العظيمة لكتاب الله عز وجل من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. نختار مثلا تفسير الجلالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو مجلسنا الأول من مجالس سماع كتاب تفسير الجلالين، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. قال الإمام جلال الدين المحلي: سورة الفاتحة مكية، 7 آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين إلى آخرها، وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها. ويقدر في أولها قولوا، ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونه من مقول العباد. ما شاء الله التطبيق جميل جدا، وتستطيع أن أنت تختار من بين مجموعة عظيمة من التفاسير، في التفسير الميسر، المختصر في التفسير، تفسير الإمام السعدي، تفسير الجلالين، في عندك السراج في غريب القرآن والميسر في غريب القرآن. تطبيق جميل جدا. نختار مثلا السراج في غريب القرآن. بسم الله، أي أبتدئ قراءتي مستعينا بسم الله الرحمن الذي وسعت رحمته جميع الخلق، الرحيم الذي يرحم المؤمنين، ربي الرب المربي لخلقه بنعمه، العالمين كل من سوى الله تعالى، يوم الدين يوم الجزاء والحساب، إياك نعبد لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا نستعين في قضاء حوائجنا إلا بك، الصراط المستقيم، الطريق الذي لا عوج فيه وهو الإسلام، غير المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم في ترك العمل بالعلم، الضالين النصارى ومن شابههم في العمل بغير علم. وهكذا يا جماعة ما شاء الله تستطيع أن تستمع إلى تفسير القرآن الكريم كاملا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. جزا الله القائمين على هذا العمل خير الجزاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.